بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا أثر الزلزال يعني ما بعرف الزوبية حكم الشمس. هون الحيط يعني كل الحيطان على الجهة التانية كمان نفس الشق، كل صد على البيت. هذا الباب ما عندي سكر. يا لطيف يا لطيف. هون كانت الطاولة وعلي قطيس والتلفزيون نزل، قعد هون التلفزيون وهديك نزلت بالأرض وتكسرت. قد التلفزيون ما بعرف إذا صار له شي. شلت من الركام كتير بس كله مشعور. هون المجلة تسخين قبل هذاك الحيط هيك. والله لو كسروني كله خلوا السقف رايح عن الحيط، رايح عن السقف. هون كانت هي معلومة ركام شلت كتير وقصة بالأرض في ما كفيت، ما بقى لي نفس. الشعر هذا مكسور للجهة الثانية وكله يعطي، يعني يكون الشعر من قبل تاني جهة، معناته الخفاف كله مكسر يعني مفصول عن بعض. هون هيدا الشعر من تحت لفوق هيك هيك جاي هيك، ولا فوق الحيط بعدين عن السقف. وهون كمان وانا نايمة بتاخد ما فيني يتحرك وبارد لي، فاتح لي الزلزال الشباك قبالي وبرد ومطر والصوت من تحت البناية عم تصيح يا لطيف البكا والصوت تاري. وحدة طالعة من البيت من خوفها قام نزل الحيط عليها ماتت. هنشوف هو هسه من أول حتى الحمام كلياته السيراميك مكسر. الله ستر كيف مدينة منه والله ما بعرف. لا إله إلا الله. الحيطان يعني لو 5 ثواني كانت نزلت علينا، بس العواميد ماكنة، لهيك ما طلعنا من البيت. الحمد لله على كل حال.
أنا قريت الأذكار ونمت، والحمد لله الله نجاني. الخزانة كانت عم تصفق تصفيق يفتحوا يتسكروا، بس الحمد لله ما قلبت، بس الحيطان كانت قلبي. هوني كنت حاطة لوحتين وبالنص مزهرية قزاز، يعني لو نزلوا ينزلوا علي. الحمد لله الحمد لله والله تعبنا كتير. يلا شو بدنا نعمل؟ والله ما رح يزبط البيت بلا ما ينهدوا الحيطان كلها ويرجعوا يتعمروا من جديد. هو ما كان متليس من برا، أنا ما خلوني ليس من برا اللي اشتريت منهم البيت. قال هاد هم هن اخذين تكلفة تليس من برا، يعبر طوبة وتدمر. هلا قال هلا بدهم يليسوا بعد ما خري. يا الله أمرنا إلى الله. والبنايات كلها شي نهاري شي خلوة. الله يساعد. الحمد لله اللي بقيت ببيتي متقوى فيه. الحمد لله قد ما خرب بعين الله. أنا جيت والله ما اشتغل، ما شلت شي بعد الهدف، ما لي نفس اشتغل. هيك مكركب بالساتو جبت التلفزيون. اللهم رد البشر إلى دينك ردا جميل يا رب العالمين. يا الله يا الله. الحيط مبين برا منه، خلوا معلش. تعبت. نحن نجينا بروحنا، بس العالم الله يساعد. يا مهروا بنايات فوق العالم. الله يرحمهم ويتقبل من الشهداء يا رب يا رب، ويعطينا الأجر والثواب يا الله. بس والله ما في أمان، لأنه دائما بيصير هزات إذا ما نهدوا الحيطان وتأسسوا منيح. بس ما أن قدر الحمد لله على كل حال. بعد الحروب والحصار اللي مرينا فيه، شو مين موقفينه يساوي شي؟ الحمد لله. الله لا يبتليكم يا رب. الله ينجيكم من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وينجينا جميعا يا رب يا الله.